النهارده عشان يلتقي بفريق اتلتيكو مدريد الاسباني طبعا في بطولة دوري الابطال في العاصمة الاسبانية مدريد. الفيديو ده بيوضح ان في بعض الجماهير بقت بترمي عملات من النقود. فرجوا على المسخرة، فرجوا على قلة الادب، اتفرجوا على انتفاء كل مشاعر الإنسانية والاحترام. اتفرجوا على بعض الجماهير وبعض المواطنين الأوروبيين وهم بيرموا عملات معدنية وفلوس ونقود على الأرض عشان يلتقطها العرب المسلمين من الأرض، زي ما النسانيس والقرود بيلتقطوا الموز والفول السوداني جوه القفص، ومستمتعين بالمشهد وكأنهم في حديقة حيوانات، كأنهم في حديقة حيوانات. والمواطنين العرب المسلمين أو حتى مش عرب، لأن هم ممكن يكونوا من جنسيات أخرى، ممكن يكونوا أكراد، ممكن يكونوا سوريات، ممكن يكونوا سواء عرب أو غير عرب، بيتعاملوا معاهم على ان هم حيوانات داخل قفص حديدي، وبيرموا لهم الفول السوداني والموز ويشوفوهم ويتفرجوا ويستمتعوا ويضحكوا ويدعوا انهم دعاة الانسانية ودعاة التحضر. صدقت يا دكتور مصطفى محمود لما قلت سوف يأتي علينا يوم يرانا فيه أصحاب الأمم والدول المتقدمة كما نرى الآن نحن القردة والنسانيس. عملنا في نفسنا كده، وصلنا حالنا لكده، بقى ده شكلنا، بقى ده وضعنا. أكيد مش مصريين، أنا متأكد إن هم مش مصريين، بس غيران وكأنهم مصريين. لو مواطنين عرب أبقى غيران عليهم وحزين ومستاء من الوضع اللي هم فيه، ومستاء من اللي بيصدر من بعض الجماهير اللي موجودة دلوقتي في أو بعض الجماهير الهولندية واللي بتعمله دلوقتي معاهم بإلقاء النقود عليهم، ومستاء من الوضع اللي ممكن يوصل له أي إنسان على وجه البسيطة سواء كان عربي أو غير عربي. يعني هم قايلين إن دول مواطنين عرب، بس ممكن ما يكونوش عرب، ممكن يكونوا يعني من أي دولة مجاورة، مسلمين ليهم، أيا كان، بني آدمين، أيا كان هم مين، أيا كان، دول مش حيوانات يلي عمالين تصدروا لنا طول الوقت فكرة قد إيه أنتوا بتنقذوا القطة لما بتبقى متعلقة على شجرة والحماية المدنية كلها بتروح لها وتطلع سلالم عشان تجيبها من فوق. أنا بتخيل لو عشر هذا المشهد تم في أي دولة عربية هيتعمل إيه وهيتقال إيه. ناس مستمتعين، يعني مشهد وكأنهم أمام قفص في حديقة الحيوانات بشكل كامل. دول يحاكموا بتهمة إيه؟ يعني دول يتعمل فيهم إيه؟ وما خفي كان أعظم، هذا ما رأيناه. وأعتقد اللي احنا ما بنشوفوش أفظع وأبشع. وشفنا قبل كده ناس برضو مشجعين شافوا راجل سوري عنده محل، نزلوا وكسروا له المحل وضربوه وعملوه خلوه سووه. مش ده الشعب الأوروبي كله، أو مش دول كل المواطنين الأوروبيين. في ناس كثيرة جدا عندهم من الاحترام والتقدير والتحضر والإنسانية ولا يقبلوا بمثل هذه الفعلة النكراء. أنا بيستفزني مش اللي هم بيعملوه بقى إيمان أكتر، أنا بيستفزني اللي احنا بنعمله في نفسنا كعرب أو غير عرب. بتنقلب على نفسها وبتنقسم ضد بعضها وبتتفتت وبتحارب بعضها البعض، وبتسقط فيها جيوشها وبتسقط فيها مؤسساتها وبتنهار الدول اللي بيعيشوا فيها، ومن ثم يضطروا أن يذهبوا